السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا مرة أخرى على القناة. نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم جيت وجبت لكم الوصفة ديال الكيكة بالليتشين ولا البرتقال. كيكة ساهلة إذا توجدوها لوليداتكم في المريندة ولا دابا ما جات دخل المدرسة كنبقاو يعني تالفين شنو خصنا نوجدو نعدلو لهم بحال هاد الكيكات هادو. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كتجي سفنجي وخفيفة. بقاو معايا تعرفوا المقادير والطريقة. اول حاجه عندي هنايا 4 ديال البيضات متوسطين اللي غادي نضيف لهم 200 غرام ديال سكر حبيبات، وبطبيعه الحال ضروري يعني الحلويات ديالنا نضيف لهم واحد القبيصه صغيره ديال الملحه. صافي غنجيب الطراب الكهربائي اولا يعني الطراب اليدوي وغادي نخدموا هذيك البيضات مع ديك السكر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وكيتلون يعني اللون ديالو كيولي اللون ديالهم هكذا ماشي نبيوطيه وكيتضاعف الحجم. هانتوما هذا هو القوام ديالهم، يعني خصكم تعطيوهم شويه د الوقت باش تخدموهم مزيان ويطلعوا معكم. غادي نضيف لهم هنايا عندي 2 ديال التشينات برتقال اللي حكيته وغادي نخلط عاود مره اخرى. وغادي ندوز باش نضيف عندي 150 مليلتر ديال عصير الليتشين برتقال طبيعي. كيف كتشوفوا انا عندي تما كاس العنبه، يعني كنعطيكم الغرام ولكن هو كاس ديال العنبه. غادي نضيفوا هنايا عاود 150 مليلتر ديال زيت نباتيه وانا كنحرك. صافي هنايا عندي 350 غرام ديال الدقيق. هي كتدي 350 غرام ديال الدقيق ولكن بقاو تضيفوه شويه بشويه، يعني ضيفوه على 2 ولا 3 ديال الدفعات. هانتوما كيف كتشوفوا انا عملته على 3 المرات شويه بشويه. صافي وحنا كنحركوا غير نيت. اذا كنتو كتستعملوا الخلاط اليدوي الكهربائي حاولوا قبل ما تشعلوه حركوا شويه باش ما يطرش عليكم الطحين. هنايا عندي 14 غرام ديال الخميره الحلوى، 2 ديال الساشيات، وغادي ندوزو نخدمو مزيان نحركو داكشي حتى يندمج مزيان كلشي مع بعضياتو. صافي وهذا هو القوام ديالها هكذا خصها تجي. هنا عندي هذا المول فيه 26 على 10 اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. وغادي نجيبو الخليط ديالنا وغنعليو يدنا شويه الفوق باش نخرجوا منه هذيك الهواء، وغادي نوزعوا ديك الخليط على المول ديالنا كيف كتشوفوا معايا. صافي هانتوما كيف كتشوفوا هنا عندي سكر حبيبات كنجيبوه وكندردروه على الوجه ديال هذيك الكيكه باش كتعطينا واحد الطبقه يعني محمره من الفوق ومقرمشه. كندوروا على الحاشيات كاملين. بطبيعه الحال كيف كنقول لكم دائما الكيكه ما كنخشوهاش في الفران وهو سخون حتى كندخلوها للفران عاد كنشعلوا عليه باش كتنفخ معنا. الفران غنشعلوا على 175 درجه من الفوق ومن التحت وغتبقى معنا 40 دقيقه في الفران. وصافي وهذا الشكل ديالها كيف كتشوفوا معايا. هذيك طبقه السكر اللي كنزيدو من فوقيه كتعطي لها ديك اللوين مذهب من فوقيه، ديك الطبقه مقرمشه. الكيكه كتجي منفوخه ما شاء الله. بغيتوها تجي طالعه اكثر من هيدا حاولوا انكم تستعملوا واحد المول يكون ستيتو على هذا اللي انا استعملت. وصافي اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوها وتشاركوها وتجربوها وتخليوا لي التعليق ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.